مدام مروه، ازيك؟ عامله ايه؟ ده بدايه الفيديو يعني. يا ريت يا جماعه اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس، واللي مش عامل لايك يعمل لايك. الناس اللي مش عارفاني، انا مروه العزب. لايك، واللي مش مشترك في القناه يشترك. ورقم تليفوني 010 1646 2507. الفيسبوك بتاعي مروه العزب، نفس اسم القناه. واحده من المتابعين بتقول لي يا مدام مروه، كان في اخويا عايز يحكي لك على حاجه، فانا قلت لها اتفضلي. قام هو كاتب لي: انا راجل عندي 33 سنه، اتجوزت من 7 شهور واحده جسمها مليان مش شويه، ووشها مش من النوع اللي يلفت عاديه، هي خريجه تمريض. قلت عادي طالما هي هتكون زوجه وبتساعدني في الحياه. رحت جبتها معايا السعوديه هنا. بعدين شفت ان التمريض فلوسه حلوه، قلت لها وقلت ليها ليه ما تشتغليش في المجال ده. قلت لها شغل كويس وهيتغير حياتنا ويساعدنا كلنا، وفعلا اتوصلت لها في مركز طبي قريب من شغلي، وبدأت تشتغل بمرتب 6000 ريال. وانا كنت شغال ب 3000 ريال. لكن من ساعه ما بدات تشتغل كل حاجه فيها اتغيرت، بقت قاسيه معايا مش زي الاول. بتقول لي فلوسي ده ملكي وملكش دعوه بيها، وفتحت حساب باسمها، وكل فلوسها بتحوشها لنفسها، وما بتشاركنيش معايا خالص في اي حاجه. يا ريت يا مدام مروه اي حد يسمع الموضوع يعلق بما يرضي الله ويعتبرني اخوه. فتحت حساب باسمها وكل حاجه بتحوشها لنفسها، وما بتشاركنيش معاها في اي حاجه. انا اللي بصرف على البيت كله، من ايجار، من مصاريف، من اكل، من شرب، وانا اللي جبت لها الشغل اصلا. دي قله اصل وقله تقدير، وفي الاخر لقيتها زي ما هي، ولا كانها متجوزه. الاسوأ انها بتبعت فلوس لاخواتها، وتقول لي امي وابويا متوفيين وانا لازم اساعدهم. طب وانا مش جوزك وراجلك؟ مش انا اولى بيها والقايمه اللي دافع فيها دم قلبي عشانك؟ وبصراحة في حاجة بتقرفني فيها جدا. كمان عندها عيب خلقي في رقبتها، كانت مشوهة، بيظهر في الزوايا اللي بقى شايفها. من مش قادرة اتعامل في الوضع خالص. اكتر من كده استحملت كتير. دلوقتي بفكر بصراحة اطلقها، لاني مش شايف اي منفعة، اي تعاون ولا تقدير. واللي شغال وهي بتعمل فلوس، انا اللي شغال وبدفع كل حاجة وهي بتعمل فلوس، وفي النهاية انا مش قادرة استفيد منها بحاجة. كل يوم بحس اني متجوز اسم، بس ما تمرش فيها اي حاجه عملتها لها. يا ريت يا جماعه تعلقوا له بما يرضي الله ولايكات، واللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس.